يجيلك ويحط عليك يا وابو، منك لله انت وعيلتك كلها. بس يا حبيبي، بس يا بابا. يا بابا انا دراعي خدل مش قادر. بس يا حبيبي، بس يا بابا. يا بابا. طب انا عاوز اروح الحمام. اعملها وانت واقف. يا بابا لا مش هينفع يا بابا، لا المحل كله هيتغرق والخشب هيغوص في الميه كلها. بابا مش قادر. طب بما ان حضرتك راضي ان وابو يعملها، اقدر انا اعملها؟ بس يا حبيبي، بس يا بابا. 5 دقايق لو ما نزلتش مش هيحصل كويس، فاهم؟ قشطه حاضر يا بابا. ايه يا بنت بتعيطي ليه؟ وايه اللي انت عاملاه في وشك ده؟ طه حسين ما بيشوفش يا ماما، طه حسين ما بيشوفش. يا بنتي ما هو لازم ما يشوفش، بس طه حسين مين يا اختي؟ اللي كتب الكتاب ده مؤلف كبير قوي. يعني انت ما رحتيش الحضانه ولملمتي العيال الحاره كلهم وذنبتيهم وبهدلتي لي البيت وقلبتي كيانه، ودلوقتي جايبه لي كتاب لابصر ايه اللي اسمه حسين؟ وريني الكتاب ده، هاتي الكتاب ده. اوعي اوعي، اهو الكتاب، اهو الكتاب. لا لا. ايه ده؟ مالك يا دقدق؟ يبقى اتضربت في المدرسة. لا، اصل ترتر هزقتني عشان درجات امتحان الشهر، وقطعت لي كراريف عشان خطي وحش، وادتني واجب كتير قوي، وهتيجي تصححولي كمان ساعة. طب انت بتعيط ليه دلوقتي؟ عشان مش عارفة احل الواجب. ماشي. افتحي يا ترتر، افتحي يا ترتر انا وابو. مش هفتح ومش هاكل ومش هشرب لحد لما تغيروا عملتكم معايا دي. انا مش عيله صغيره عشان تعملوها معامله زي دي. يا رب انا قلبي تعب. ايه ده؟ ودي مالها دي؟ ماما يا ماما. يا دي ماما وسنين ماما، هو ما فيش في البيت ده غير امك؟ ما تنادي على حد تاني يا ابني. عايز ايه؟ هي ترتر مالها يا ماما؟ ايه هي بتعيط؟ بنت يا ترتر، يا ترتورة، افتحي يا بت، افتحي يا بت بدل ما اكسر الباب ده على دماغ وابو. مش هفتح يا ماما، انتوا الشر ما يقربكم ناحيتي وعاوزين تدمروا حياتي وخصوصيتي. ايه ده؟ هي البت دي مالها اتجننت؟ مالها يا ماما؟ وبعدين انا مش فاهمه حاجه من كل اللي هي قالته ده خالص. انا كنت الاول ارزعها العلقه من دول تقوم تيجي تصالحني على طول. لا كده مش هينفع. طب انت رايحه فين يا ماما؟ رايحه اشوف ابوك، يجي يا حبيبي يشوف ايه الموضوع ده ويحله. يا رجلي. في عين سمكة في رجلي يا عم صبري. خلاص يا عم صبري، حرمت يا اسطى، حرمت. والله انت بتنفض في مركبة بقالها سنة في الشارع. مش هرحمك، لازم ارد لك كل قلم اديتهوني. ابوس ايدك يا عم صبري. انا خلاص بقيت زي يوسف الضوي. هو مين يوسف الضوي ده؟ أنا لازم أمحي آثار الاسم اللي ارتكبته في حق هذه الفتاة البريئة. صبري يا صبري يا صبري. عاوزة إيه؟ تعالى اطلع شوف بنتك جرالها ايه يا صبري. بنتي؟ مالها؟ فيها إيه؟ أكيد هذا الورد هو سبب حزنها. اطلع بس، انت لسه هتمثل. أنا بابا إشارة يا حبيبتي، افتحي يا بنتي. أنا هنتقم لك من المجرم أشد انتقام. يلا يا أوغاد، يلا يا وابو يا وغد.
ايه يا بابا ده؟ لا يا حبيبي، ده نوع من انواع العلاج. مالك يا حبيبتي؟ في ايه؟ قلقتينا. انتوا بتعاملوني كده ليه؟ شفت يا بابا؟ شفت ماما عملت ايه في كتابي؟ معلش يا حبيبتي، خدي اي كتاب تاني من عندي وابوه وما تزعليش نفسك. يا بابا انتوا فاكريني عيالة صغيرة؟ امال انت ايه؟ يوه. لا يا بنتي ما تقوليش كده، انا اهون عليا اموت وما اسمعكيش تقولي كده. كل اللي انت عايزاه انا هنفذه. اسمع يا صبري، البنت دي هي البنت اللي حيلتي، انا مش عاوزاها يا اخويا تضيع مني. هو انت عايز اهلك اللي بتقول عليهم دول ياخدوها مني؟ احنا اللي غلطانين يا طعمة، احنا اللي مش مدين للبنت حقها. البنت لازم تعيش طفولتها يا عيني، لا بنخرجها ولا بنفسحها، اكيد ده عمل لها عقدة نفسية. كبدي يا بنتي، يا عيني عليكي يا اختي من العقدة والشنيطة النفسية. والحل يا اخويا هنعمل ايه؟ هو بهلول مفيش غيره، ده اكبر طبيب روحاني ودجال في مصر، هو اللي هيفك عقدة البنت، ده ما بيستعصاش عليه حاجة ابدا. معقول يا بابا؟ دجال على اخر الزمن؟ استغفر الله العظيم يا رب. انت راجل معاك دبلوم ومتعلم، هتصدق النصابين دول يا بابا؟ ما هو بهلول برضو معاه دبلوم. ويا ابني الموضوع ده فيه ما هو غريبة يعني البت تبقى زي الفل كده وبتهزر يا حبة عيني ولا في حاجة خالص، وفجأة تبقى كده. لا لازم دجال يشوفها. استغفر الله العظيم يا رب. دجال يا ماما، دجال؟ انتوا بتصدقوا التخريف ده؟ سوريا خلاص يا بنتي هتسيبينا؟ خلاص يا بابا، انا ما اقدرش اعيش معاكم هنا، انا هسافر عند عمامي في البلد. الله اكبر، الله اكبر، فرج وقريب والله. الله اكبر. مش معقول، انا السبب، انا السبب. الحقيني يا ماما، قطة واقفة على السلم هتعضني يا ماما على السلم. ما تخافيش يا حبيبتي، تعالي في حضن ماما حبيبتك. الحمد لله على السلامة يا بنتي. شعنونة وابو فين؟ قصدك انا؟ ايوه انتي، انا هاكلك اكل كده. عن الحقيني يا ماما، ده ابو بيلعب معايا. كابتن بص هقولك، نزل له حاج ابوه، انا اصلي مستعجل وخلاص الهدوم نشفت. كابتن يا كابتن رد عليا.